حياتنا مع مصير كولر، وانا يمكن كنت بدردش معاك قبل الهوا ولسه قايل دلوقتي ان في اخبار ابتدت تطلع وانباء احنا مش متاكدين من صحتها، فعايزين نعرف الاكيد من حضرتك. طيب خليني اقول لك بس حاجه مهمه جدا في موضوع مارسيل كولر، ان مارسيل كولر تم النقاش على مصيره اكتر من 3 مرات في اخر سنه. أيوة. بعد ما رد باتشوكا المكسيكي في شهر ديسمبر كان كلام، وكابتن خطيب قال لا نديله فرصه. في يناير تحديدا في مباراه فاركو، ليله مباراه فاركو كان حصل اللاعيبه اشتكت من الاحمال البدنيه، وكان الكابتن محمد رمضان قاعد مع كولر نقل الكلام ده الكابتن محمود الخطيب ان في مشكله في الاحمال البدنيه في يناير، والفرقه راحت لعبت، وكان اشرف داري اتعرض للاصابه للمره الثانيه ساعتها، وسام ابو علي نفس الموضوع، وتم الشكوى وقتها اتفتح الموضوع انه ممكن يمشي. ثم الاجنده الدوليه في شهر مارس، وكل ده كان الكابتن محمود الخطيب مصمم انه راجل عمل تاريخ، ومش معقول ان مثلا عشان خسرنا، ده كان وجهه نظر الكابتن الخطيب، خسرنا بطوله انتر كونتيننتال يبقى خلاص نضحي بيه. طب خلينا نروح للنقطه الثانيه، وهي الشرط الجزائي في عقد مارسيل كولر، عشان الموضوع ممكن جماهيريا وشغل ومثلا وعواطف الناس تقول لك لا دلوقتي، لكن الناس اللي بتدير اللي مسؤوله عن الكوره لازم تحط في حسابها زي ما بيقولوا كده بالبلد، يعني مش موته وخراب ديار. هي القصه كلها انا مش هروح اخد قرار دلوقتي باقالته، الراجل شرط جزائي في عقده ان انا لو مشيته دلوقتي هدفع لحد نهايه العقد بتاعه اللي هي 30/6، فبالتالي هيديله شهر مايو وشهر 6 هو ليه شهر ابريل، يبقى 3 شهور في 220 ب 660 الف يورو. طب لو الاتفاق بتاع النادي العقد بتاعه لو قعد والاثنين فعلوا السنه اللي جايه هتبقى بنفس شروط السنه اللي جايه، بس هو خلاص من زمان ومستقرين ان ده اخر الموسم، فبالتالي النادي الاهلي واحنا بنتكلم دلوقتي بيحاولوا يشوفوا كلام مع دينو لامبرتي ان نوصل لصيغه تواصل. الدنيا هل خلاص كولر ماشي؟ الاتفاق كل الاطراف جوه ان كولر ماشي، لكن القرار لسه ما اتخذش، لان انت مش هتدفع 660 الف يورو بعد كل اللي حصل وبعد خساره دوري الابطال وفقدان. بس هل اداره الاهلي وجمهور الاهلي هيتقبل او هيتحمل ان هو يروح كاس العالم للانديه بمثل هذا كذا؟ كولر خلصت يا استاذ ابراهيم. ايوه ماشي، ما هو المدير الفني اللي هيجي عشان يروح كاس العالم للانديه لو انت استنيت لغايه نهايه الموسم هيلحق يجهز امتى ولا يعرف؟ طيب ما هو اللي كان مطروح قال لك ما ينفعش اجي قبل 24/5. اللي كان مطروح اللي انت كنت يعني في استقرار في الاجتماع، على فكره يوم الثلاث اللي عدى كان في اجتماع، كان برغم من الناس بتقول لك ان كولر لو كسب صن داونز هيقعد، كان في اجتماع يوم الثلاث اتناقش مصير كولر، وتم الاستقرار على جوزيه جوميز هو الاختيار الاقرب، لانه عارف لعيبه النادي الاهلي، لان الوقت ضيق جدا ما بين اخر مباراه عندك وما بين كاس العالم للانديه، فكنت بتدور على واحد عارف لعيبه النادي الاهلي وعمل تجربه وكان شغل كويس. جوزيه جوميز اخر ماتش ليه في الدوري السعودي يوم 26/5، فبالتالي على فكره حصل تواصل من خلال وكيل معين بعد الماتش مباشره بنص ساعه او ساعه الا ربع مع جوزيه جوميز، بحيث يحاولوا يشوفوا الموضوع، بس الوضع صعب جدا للفتح السعودي، فالراجل مش عارف ياخد قرار هناك، هو حابب ان يجي تجربه الاهلي لكن مش عارف يعمل ايه، بس الوقت دلوقتي صعب جدا انك تجيب اي حد، فبالتالي النادي الاهلي بكره المفروض اتقال للناس المعنيه اللي هم المفروض هيديروا الملف، محدش يختلط بين مواعيد بكره، ده انا بقول لك دي معلومه. أيوة. اللي هو يعني بكره هيبقى فيه اجتماع خاص بكابتن محمود الخطيب، كابتن محمود الخطيب مع كل المجموعه اللي معاه، كابتن محمد رمضان، وممكن يدخل المهندس خالد مرتجع على اساس ان هو الطرف الوسيط مع او المعنى صح اللي هو بيتواصل مع دينو لامبرت والمجموعه دي، فممكن بكره الموضوع يبقى فيه قرار، لكن لحد اللحظه اللي بكلمك فيها دي ما فيش اي حاجه. الاتجاه ان فعلا كل لجنه تخطيط ما فيها كابتن سامي قمصان على فكره، لان كابتن سامي قمصان ناس بتحمله جزء من التشكيل اللي كان عليه النهارده، لانه اتقال ان سامي قمصان هو اللي عمل التشكيل على اساس ان 5 لاعبين بيلعبوا ورا، ان احنا لعبناها قبل كده مع موسيماني ونجحت، فالوحيد اللي مرشح انه يقعد من القصه دي كلها كابتن محمد شوقي فقط لا غير، من اول كابتن محمد رمضان اصغر حد، بس هي النقطه كابتن محمود الخطيب الفلوس شرط جزائي. طيب البديل والبديل دي نقطه مهمه جدا، لان البديل حتى الان هو جوزيه جوميز، ده اللي انت بس هو الراجل مش هينفع يجي ب 26/5، ودي انت مش هينفع تستنى الوقت ده كله، لكن يعني قصدي حتى الان جوزيه جوميز ده مارك روزا طلب زي ما انا اشتريت على حضرتك اكتر من 4 مليون يورو. لويس كاسترو اللي كنت قلت لك عليه ده الراجل رفض، قال انا مش هدرب في يعني دي الاسماء المطروحه، عشان لو نحط عنوان دي الاسماء المطروحه، دي الاسماء اللي بس خلاص مش موجوده لكولر الفتره اللي جايه. الوحيد دلوقتي اللي عليه هو جوزيه جوميز، في اسماء هتتعرض طبعا او بدات الناس تبعت عروض دلوقتي وبكره هيتبعت عروض ثانيه، لكن خلاص الاستقرار انتهى على كولر، بس البديل مين؟ هو دي النقطه في الاساس. طيب البديل مين؟ ده فيما يخص المدير الفني. فيما يخص مقعد ومنصب المدير الرياضي، في كلام طلع ان الكابتن سيد عبد الحفيظ هيعود مره اخرى الى هذا المنصب بالتحديد. كله هيتحسم بكره، يعني في الكلام الاتجاه ان لا احنا نغير كله ما عدا كابتن محمد شوقي، لان الراجل عنصر كويس ولسه جاي والكلام ده كله، فلازم يكمل تجربته، لكن الكلام كله على التغيير في القطاع كله، لان انت بلغه الورقه والقلم الدوري انت خلاص يعني 4 نقط، مستحيل بيراميدز بالمستوى اللي انت شفته النهارده ده يفرط لك في اي بونت في الدوري ده، الا اذا كمان لجنه الاستئناف حكمت بالخصم 3 نقط، فبالتالي الدنيا صعبه، فاللي فاضل لك الماتشات اللي في الدوري ال6 ماتشات اللي فاضل لك ما فيهمش حتى الزمالك وبيراميدز، فانت هتستنى ليه؟ تجيب مدرب يكمل معاك بحيث يعرف الفرق، لكن انا بقول لك هي المشكله في البديل والمشكله في الشرط الجزائي بتاع مارسيل كولر،
هي النقطه ان الجمهور لغه العاطفه متضايق، صحيح، فعايز دلوقتي يمشي. لكن اللي بيدير يا استاذ ابراهيم حسبته، انا دلوقتي ممكن اروح ادفع شرط جزاء لمدرب مليون يورو عشان يسيب مكانه في الفريق اللي موجود معاه، وفي نفس الوقت هتدفع لها 600 و660، هتبقى تدفع مليون 660 الف يورو عشان تجيب مدرب دلوقتي. هتبقى صعبه جدا في الوقت ده، فلازم تطلع مخرج كويس.